شوربة العدس الأحمر أشهر شوربة تركية، بزاف سهلة وبنينة واقتصادية. فأهلا وسهلا بأصدقائي. اليوم بحول الله تعالى غادي نشارك معكم طريقة طبخ شوربة العدس الأحمر. فعلى بركة الله فغادي نحتاجو جوج زلايف ديال العدس الأحمر، وبالنسبة للخضرة غادي نحتاج 3 ديال الجزر والبطاطا والقرعة الخضراء والبصلة والثومة. بالنسبة للثوم 3 دروس حتى 4، ومطيشة تقريبا 2 مطيشات موين. بالنسبة للبهارات غنحتاجو الملح والفلفل الأسود والكمون وبهارات مخلطة، وغادي نحتاجو الخرقوم. فغادي نحتاجو المطيشه ديال الحك تقريبا 1-2 معالق كبار، وغادي نحتاجو الزبده 2 معالق حتى 3 معالق ديال الزبده، وزيت المائده. فاول خطوه غادي نقعو العدس يعني واحد ربع ساعه في الماء. ثم غادي ندوزو لتقطيع الخضره. بالنسبه للخضره غادي نقطعوها يعني تقطيع عشوائي، لان غادي تطيب مع العدس، يعني كلشي من بعد غادي نطحنوه في الخلاط. فالخضره كلها غنقطعوها تقريبا نفس التقطيعه كي قطعناها. نبداو بالبصله هي الاولى، ثم الجزر، بطاطا مكعبات كبيرة، فانا ما حاولت ما نزربش الفيديو، نمشي معكم خطوه بخطوه يعني باش تنجحوا يعني في التحضير الشوربه ديال العدس. ثم غادي نقطعوا القرعه، مطيشه 2 مطيشات يعني متوسطين، الثومه من 3 دروس حتى 4 دروس ديال الثوم، فغادي نصبو الزيت ديالنا في طنجرة على نار متوسطة. فغادي نشحرو الخضرة اللي قطعنا
كلها مع بعض. من بعد غادي نصبوا الطماطم ديال كونسونطري اللي هي مطيشه الحك، تقريبا 2 معالق كبار. ف2 معالق كبار تقريبا في 2 زلايف ديال العدس. يعني الا درتو زلافه ديال العدس يعني ملعقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك يعني كافيه. ثم غادي نضيفو العدس من بعد ما يعني رقدتو في الماء ربع ساعه، من بعد صفيتو. فغادي نحرك المكونات مع بعض، ثم غادي نضيف البهارات ديالي اللي هما الملح تقريبا واحد المعلقه ونص، ثم البزار اللي هو الفلفل الاسود نفس الكميه، ثم بهارات مخلطه والكمون. بالنسبه للكمون عنصر يعني اساسي في الشوربه ديال العدس. 2 معالق كبار متوسطين حتى ل2 معالق ونص. الخرقوم، بالنسبه للخرقوم نقدروا نديروا الخرقوم صافي ولا نديروا الخرقوم مخلط، يعني الموجود عندنا في الدار. وثم غادي نضيفوا الماء ساخن، يعني الماء ضروري يكون تيغلي حدا الطنجره ديالنا باش يسهل علينا العمليه ديال التطييب ديال العدس. بالنسبه للكميه ديال الماء تقريبا يطرو ونص. وحنا غادي نشوفوا من بعد الا شفنا يعني العدس شرب الماء غنعاودوا نزيدوا يعني كميه ديال الماء. هانتوما بالنسبه لربع ساعه من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه يعني بدات تتبان النتيجه. العدس ما تياخذش الوقت بزاف، الماكسيموم 25 دقيقه. ومن بعد تنخلطوا العدس يعني بالخلاط الكهربائي. ثم غادي نوجدوا واحد الصوص يعني بالزبده والبابريكا اللي هي تحميره حلوه. هاد الصوص هادي بصراحه تعطي واحد الطعم رائع للعدس، لشوربه العدس. فتندوبوا واحد 2 معالق حتى ل 3 المعالق ديال الزبده، ثم تنضيفوا عليهم التحميره. تنصوتيوها يعني واحد شي خفيف، فتنشوحوا التحميره في الزبده. فغادي نصبوا شوربه العدس. ومن بعد غادي نصبوا ليها يعني الصلصه اللي وجدنا. ثم نخلطوا المكونات مع بعض
فهذه شوربتنا اليوم اللي بصراحة شوربة رائعة. فغادي نديرو واحد الرشة ديال النعناع يابس. فالنعناع يابس يعطينا شوربة العدس واحد المذاق اللي هو رائع، وعصرة ديال الليم. فالشوربة بصراحة واو رائعة. فتنتمنىكم تجربوها في البيوت ديالكم، وتنتمنى لكم فرجة ممتعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.